بسم الله الحي القيوم الباقي وغيره لا يدوم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الى ان يوم القيامه يقوم. ازيكم يا زوج حضرات البستان، عاملين ايه؟ الحمد لله. يا رب دايما تكونوا بخير. احنا هندرس النهارده ازاي نفرق بين التاء المربوطه والتاء المفتوحه. احنا عندنا حرف التاء اتفقنا ان هو من الحروف الطيبه ولا المكاره؟ المكاره، عشان له شكلين مش شكل واحد. طيب يا اولاد، انا لو بملكوا الوقت بقول لك اكتب لي كلمه زي مدرسه او كلمه زي سالته، هتقعد تفكر يا ترى انا هكتبها بالتاء المفتوحه ولا التاء المربوطه؟ بعمل ايه؟ هندرس يا اولاد الوقت ازاي نفرق بين التاء المربوطه والتاء المفتوحه عشان لما نيجي نتملى نبقى شاطرين. اتفقنا اما درسنا التنوين بالفتح الحروف كلها كانت مالها قويه ولا ضعيفه مع التنوين بالفتح؟ ضعيف. شاطرين. كانت ضعيفه، بتقول لي ايه؟ انا مش قادره اشيل التنوين بالفتح، هاتي لي ايه؟ الف مساعد. ما عدا مين اللي كانت قويه ومش عايزه الف مساعد؟ التاء المربوطه. هناخد مثال اما كنا بنقول ايه؟ شمعة اهي، كنت بجيب لها الف مساعد؟ لا. كانت بتقول لي ايه؟ انا قويه مش عايزه ايه؟ مد بالالف. التاء المربوطه التاء المفتوحه كانت مالها؟ بتقول لي انا ضعيفه، هاتي لي ايه؟ الف مساعد. مثال زي ايه يا اولاد؟ كلمه زي ميقاتا اهي، كنا بنكتب كده بس يا اولاد تاء كده، كنا بنجيب لها ايه؟ الف مساعد. يبقى في التنوين بالفتح التاء المفتوحه كانت ضعيفه والتاء المربوطه كانت قويه مش عايزه الف مساعد. العكس بقى يا اولاد مع مين؟ مع السكون. التاء اللي مفتوحه قويه والتاء المربوطه مالها؟ بتقول لي يانا انا جبانه، انا خايفه من السكون، انا هتحول. التاء المفتوحه بتفضل زي ما هي، لكن التاء بس بتبقى تاء ساكنه، لكن التاء المربوطه مالها؟ بتتحول. عارفين بنتن يا اولاد اللي بتحول في الكرتون اللي انتوا بتحبوه؟ التاء المربوطه كمان مع السكون مالها؟ بتتحول. لكن بتتحول ايه؟ عين ساكنه؟ ميم ساكنه؟ واو ساكنه؟ امال هتتحول لايه؟ هاء ساكنه. احسنتم، صلوا على النبي. ناخد مثال بقى. يعني انا دلوقتي لو بمليكم في حصه املا وهقول ايه؟ ذهبت الى المدرسه، يا ترى كلمه ذهبت فيها تاء، هي تاء مربوطه ولا تاء مفتوحه؟ تاء مربوطه. زعلانه منكم. اعرف منين يا يوسف ان هي تاء مربوطه او مفتوحه؟ احط لها سكون. لو فضلت زي ما هي تاء ما تحولتش الهاء ساكنه يبقى هي تاء مفتوحه. اهي هكتب اهو ذهبت. طب انا هشيل التاء وادخل عليها السكون. ها الله، ده فضلت زي ما هي تاء بس تاء ساكنه. طيب الى المدرسه اهي، المدرسه. يا ترى هي تاء مربوطه؟ انا كتبتها بس انا عايزه اعرف انتوا شاطرين هتقولوا لي هي تاء مربوطه ولا مفتوحه. اعمل ايه؟ ادخل عليها السكون. لو فضلت زي ما هي تاء يبقى هكتبها تاء مفتوحه، لو اتحولت لهاء هكتبها تاء ايه؟ مربوطه. المدرسه انا دخلت عليها السكون. الله، ده اتحولت يبقى هي الاصل بتاعها تاء ايه؟ تاء مربوطه. مثال تاني اما اقول لك اكتب حفظت، يا ترى هي تاء مربوطه ولا مفتوحه؟ نفكر بسرعه بسرعه بسرعه. اعمل ايه؟ ادخل عليها مين؟ الشده ولا الضمه ولا الكسره؟ ادخل عليها مين؟ عسل يا مكه. ادخل عليها مين؟ طيب لو فضلت زي ما هي تاء بس تاء ساكنه يبقى هي تاء ايه؟ مفتوحه. لو اتحولت وبقت هاء ساكنه يبقى هي كانت الاصل ايه؟ تاء مربوط. اهي حفظت. ها هدخل عليها السكون، هشيل الضمه وادخل عليها السكون. حفظت. الله، ده هنا تاء بس تاء ايه؟ ساكنه. هنا تاء تبقى بس تاء ايه؟ هنا تاء
تاء ساكنة يبقى هي بالتاء المفتوحة. طيب ادخل عليها مين؟ لو فضلت زي ما هي تاء بس تاء ساكنة يبقى هي ايه؟ بالتاء المفتوحة. لو خفت واتحولت يبقى هي تاء ايه؟ مربوط. عسل يا مكة اهي. عسل يا جنة. المكتبة. هشيل الضمة واحط بدلها السكون بقت المكتبة. خلاص هكتبها بالتاء الايه؟ المربوطة. سهل نفرق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة؟ سهلة؟ يا رب تكونوا استفدتم والسلام عليكم.